راحوا الصحابة قعدوا 50 يوم، ثم نزلت على النبي هنا عند الكعبة سورة النجم، وكانت فيها سجدة لما قال الله وهم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. كانوا كفار قريش حول الكعبة، لكن أول مرة يسمعون القرآن من غير تشويش، ساكتين. فلما جاءت سورة السجد سجد الناس اللي حول الكعبة كلهم، المسلم والمشرك. استغرب المشرك، كيف سجدنا احنا؟ يعني احنا سوينا شيء خطأ. لذلك بعدها بدأوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. الغوا يعني سووا صجة، إذا نزل القرآن لا تسكتون، عشان ما نسمع القرآن بعمق ولا بتدبر حتى لا نتأثر، لأن كلام رب العالمين، هذا كلام الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يا جماعة والله عيب، والله عيب يسمع القرآن الوليد بن المغيرة